اول مره في حياتي اشوف جمهور فريق فرحان ومبسوط وبيحتفل وبيحفل ان في فريق تاني اخد مكان فريقه في المنافسه. تقول لي بمعنى ايه يا ابو علي؟ اقول لك بمعنى ان بيراميدز بيجي رقم 2 بعد الاهلي محليا بقاله سنتين او 3 كمان، وافريقيا السنه دي عن جداره واستحقاق في عدم تواجد النادي الاهلي في النهائي اخد بطوله افريقيا. لو بصينا على التصنيف بتاع الاتحاد الافريقي بتاع النهارده هتبص تلاقي بيراميدز تخطى ناديك في التصنيف الافريقي. كل ما بتثبتوا وجهه نظري في ان انتوا لا بتشجعوا ناديكوا ولا بتحبوا ناديكوا. انتوا اهم حاجه عندكم فشل الاهلي، اهم حاجه عندكم الضرر للاهلي، اهم حاجه عندكم المؤسسه العظيمه اللي هي الاعظم في الكون ما تكونش ناجحه دايما. ما بتفكروش ازاي ناديكوا يقف على رجليه، ازاي ناديكوا يكون نادي ناجح، ازاي يتطور، ازاي المنظومه عندكم تكون موجوده على الساحه. انتوا قريب هتتشالوا من التصنيف الافريقي، مش هتكونوا متواجدين في ال10 الاوائل. فانت فرحان ومبسوط ان بيراميدز اخذ البطوله وبتقول لي يا عم انت زعلان. انا مش زعلان ان بيراميدز اخذ البطوله، انا زعلان ان البطوله السنه دي كانت اسهل بطوله على النادي الاهلي. انا زعلان ان مدرب زي كولر واللعيبه اللي موجوده حاليا ضيعت مني رقم قياسي كنت المفروض هعمله السنه دي. كنت هكون النادي الوحيد على مستوى القارات كلها اللي ياخد البطوله 3 مرات متتاليه. انا بفكر في ارقام ناديه، مش زيك ببص للخصم. انا مش ببص لك، انا مش شايفك اصلا. انا بالنسبه لي راح منافس وجي منافس، راح الزمالك جه بيراميدز. تعالى يا باشا، اهلا وسهلا، شرف وانس، نافس قد ما تنافس واللي يقدر على التاني. انا دايما بزعل لما ناديه بيخسر. انا زعلت ان النادي عندي خسر بطوله سهله زي دي، ولكن هزعل ليه ان بيراميدز اخد البطوله؟ بالعكس، والله العظيم بالعكس خالص. انا ما احبش ان فرقه زي سان داونز تاخد البطوله خالص. وعلى الرغم من كده انا ما عنديش مشكله مع بيراميدز. انا بالنسبه لي منافس جديد دخل على الساحه واهلا وسهلا، يشرف ويانس وينافس. انما انتوا مش بتفكروا بالعقليه دي، عشان كده هتفضلوا زي ما انتوا. عقليتكم دي هتخليكوا زي ما انتم. وعلى فكره انا كنت دايما بحط اللوم على الاداره وعلى الماديات وعلى المديونيات. مشكله عندكم انتوا كجمهور نادي الزمالك. انتوا جمهور نادي الزمالك اللي موصلين ناديكم للحضيض. انتوا مش بتبصوا لناديكوا اصلا، مش شايفين ايه اللي المفروض ينجح ناديكوا وعايزين تعملوه. انتوا دايما باصين للي ناجح وعايزين تنزلوه معاكم في الحضيض، بس ده عمره ما هيحصل.